الأهلي مش بيقدم كورة، ده بيقدم مزيكا. النادي الأهلي فتح مصنع للحلويات، أصل دي استحالة تكون كورة. أداء أسطوري من النادي الأهلي وتألق غير عادي لعمر كمال عبد الواحد، وهو في الفعل خد جايزة رجل المباراة لأن هو يستحقها. عمر كمال عبد الواحد لعيب جوكر بيلعب في كل مراكز الملعب، وأتذكر آخر مباراة لعمر كمال عبد الواحد كان متألق كباك رايت وعمل أداء عالمي كباك رايت. النهارده وهو باك ليفت كان واخد جايزة رجل المباراة وعمل أداء أسطوري وجاب جول. اللي عاوز يتفرج على الصواريخ يتفرج على الجول بتاع عمر كمال عبد الواحد. أنا شايفة إن صفقة عمر كمال عبد الواحد دي زيها مهمة زي صفقة إمام عاشور بالظبط، اللي النهارده برضو إمام عاشور كان حلويات. عاوزة أتكلم عن رضا سليم، وأنا حرفيا شايفة قدامي محمد بركات. رضا سليم يا جماعة لعيب بارد، ومعنى كلمة بارد مش بارد كدم ولا أخلاق، لأ، بارد كرويا، رايق، بيعرف يلعب الكرة صح، بيتحرك صح. الجول اللي جابه النهارده ده يدل على اللي أنا بقوله، بروده، هو بارد، هو لعيب كرة رايق. أنا اتفرجت على الجول بجد يا جماعة، أنا مش مستوعبة إن هو جول من جماله. الجول فظيع، ومش عارفة الصراحة يعني هو الكرة بتاعته الجول بتاعه أحلى، ولا جول عمر أحلى، ولا الشوطة اللي وسام أبو علي شاط بيها ضربة الجزاء أحلى ولا أحلى. حرفيا الشوط الأول ال3 تجوال بتوع النادي الأهلي أنت تحتار وأنت بتتفرج أنهي فيهم الأحلى. أنا لدرجة زعلت الشوط التاني وسام أبو علي طلع، قلت بقى خلاص، أنا كان نفسي ضربة الجزاء لما كريم فؤاد نزل وجاب ضربة جزاء من تاني لمسة ليه، قلت كان نفسي وسام عشان أشوف الشوطة اللي شاطها وسام لضربة الجزاء الأولانية أشوفها تاني. ولكن الصراحة كهربا ما قصرش، وكهربا بقى يشوط ضربات الجزاء صح جدا. وعاجبني أول الفترة الأخيرة في كولر إن هو ما بقاش عنده لعيب واحد بس معتمد عليه في شوط ضربات الجزاء. يعني احنا طول عمرنا بنتفرج ومعتمدين على علي معلول، هو اللي بيشوط ضربة الجزاء، معروفة ضربة جزاء جت علي معلول بياخد الكرة وبيشوطها. لدرجة الماتش اللي فات وعلي معلول كان كابتن النادي الأهلي، كلنا كنا أول ما الأهلي جاب له ضربة جزاء قاعدين عارفين إن علي معلول هو اللي هيشوطها. استغربنا كلنا إن مش علي معلول اللي راح يشوط ضربة الجزاء، وكان بالفعل علي معلول هو اللي سابها الكهرباء. ولكن فعلا في التنوع بحيث إن اللي قدامك ما يكونش حافظ مين اللي هيشوط، فشويه بيبقى بيشوطها علي معلول، شويه كهربا، شويه وسام. ودي حاجه من وجهه نظري شايفاها صح، بحيث ان اللي قدامك زي ما قلت لكم ما يكونش حافظ مين اللي هيشوط ضربه الجزاء، ما نكونش محفوظين. طبعا رباعيه مهمه لينا، وفوز النهارده مهم جدا للنادي الاهلي من 3 ل4. نفسي بقى الماتش اللي جاي ان شاء الله بتاع بلديه المحله يكون 5، عشان ننزل من 3 ل4 ل5، عشان دي تبقى دفعه قويه جدا لينا قبل النهائي ومباراه الذهاب هناك في رادس، مباراه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. في بقى حاجه ان الماتش الجاي بتاع بلديه المحله للاسف محمد عبد المنعم مش هيكون موجود بسبب تراكم الانذارات، فكده ممكن نشوف متولي وربيعه، ممكن نشوف ياسر وربيعه، الله اعلم كولر هيبدأ بمين. ولكن انا اعتقد ان هو محمود متولي هو اللي هيكون موجود، لان هو اداله النهارده شويه دقايق. كمان المباراه اللي فاتت كان محمود متولي متألق جدا، كان راجع من الاصابه وكمان كان واخد جايزه رجل المباراه، فاعتقد كولر هيبدأ بيه المباراه الجايه ده كده كده. والنهارده اداله شويه دقايق في الاخر. طبعا من مميزات المباراه اللي احنا شفنا كريستو تاني، انا كنت نسيته، الولد من الركنه بره بقى شبه السعوديين اقسم بالله، وشاط شوطه انا افتكرتها جول. ولكن بشرة خير يا كريستو، انا نفسي اشوف كريستو بيلعب، نفسي اشوفه بياخد مباريات يا جماعه. الولد ده والله العظيم حاساه موهبته ضايعه مع الاهلي من الركنه، يعني انا تعبت من ركنته. نفسي ياخد مباريات ويشارك لاني بجد ليه مستقبل، بس ان شاء الله دي تبقى البدايه يا كريستو. طبعا المباراه القادمه للنادي الاهلي يوم السبت القادم ان شاء الله، الاهلي مع بلديه المحله، دي هتبقى مباراه الدور الثاني. مباراه الدور الاول خلصت بخماسيه، ودي كانت اول خماسيه لكولر. المباراه طبعا هتكون في المحله الساعه 7 مساء، ودي هتبقى اخر مباراه للنادي الاهلي قبل سفره لتونس لمعركه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا في رادس. طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ورجاله نادي الاهلي، وان شاء الله نخلص الماتش بتاع يوم السبت على خير ونقفلها ونسافر رادس. في رادس لينا حكايات ان شاء الله، زي ما جمهور النادي الاهلي النهارده هتف كده كده يا زمالك الدوري يبقى في الجزيره، وال12 اهلاويه ان شاء الله. فدائما وابدا الحمد لله على نعمه النادي الاهلي، وفعلا عمري ما احب غير الاهلي والله العظيم، ولا في غيره يفرحني.